ختامي لحملة مناهضة العنف ضد المرأة صادر عن منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا تحت شعار معا نبني مجتمعا ديمقراطيا كوميناليا لإنهاء العنف. نجتمع اليوم في مقاطعة الرقة في لقاء نسوي جامع يضم 100 امرأة من مختلف الحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا لنعلن رسميا ختام حملتنا الممتدة من 15 حتى 30 تشرين الثاني نوفمبر عام 2025 والتي شكلت مساحة صوت مشتركة وإرادة جماعية ورسالة واضحة ضد كل أشكال العنف والتمييز والإقصاء. لقد أكدت الحملة خلال فعالياتها أن المرأة ليست تابعا ولا ظلا بل هي شريكة أساسية في المقاومة والبناء وصناعة القرار. إن إقصاء المرأة من المجال السياسي والاجتماعي والنفاذ إلى صنع القرار هو شكل من أشكال العنف الذي لا يقل خطورة من العنف الجسدي والنفسي. وأمام هذا الواقع نؤكد اليوم أن تمكين المرأة وتعزيز حضورها في كافة مناحي الحياة هو الطريق الحقيقي لإنهاء العنف وبناء مجتمع ديمقراطي يقوم على العدالة والمساواة. كما نستذكر في هذا اليوم تضحيات الشهيدات اللواتي قدمن حياتهن دفاعا عن القيم الإنسانية وعن حق المرأة بالوجود الحر. إن دمائهن تبقى حاضرة في وجداننا تنير دروبنا وتلزمنا بالمواصلة النضال حتى تتحقق الحرية الكاملة لكافة النساء. وقد شملت الحملة سلسلة من الأنشطة في مختلف مناطق شمال وشرق سوريا من ندوات تثقيفية إلى مسيرات جماهيرية ومنصات إعلامية وفعاليات ثقافية وصولا إلى هذا المنتدى الختامي في مدينة الرقة والذي يضع بين أيدينا مجموعة توصيات شاملة للمضي قدما في مواجهة العنف ومعالجة جذوره. التوصيات الختامية انطلاقا من مخرجات الحملة ومن النقاشات التي سادت الملتقى الختامي ومن مشاركة مختلف القوى النسائية نعلن التوصيات التالية خارطة طريق مستقبلي لعمل مستدام لمناهضة العنف ضد المرأة. أولا تجديد العقوبات على مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة وضمان عدم الإفلات من العقاب وتوفير الحماية القانونية الكاملة للناجيات. ثانيا تطوير مناهج تعليمية لترسيخ قيم المساواة والاحترام في كل المؤسسات التعليمية. ثالثا نشر الوعي بمخاطر العادات والتقاليد الضارة وتغيير الصور النمطية وتعزيز ثقافة نبذ العنف. رابعا تعزيز وتشجيع مشاركة المرأة في العمل السياسي والاقتصادي كمبدأ أساسي لبناء مجتمع ديمقراطي متوازن. خامسا تعزيز دور منظمات المجتمع المدني وإشراكها في جهود مناهضة العنف والتوعية المجتمعية. سادسا تدريب كوادر متخصصة للتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة نفسيا وقانونيا واجتماعيا. سابعا تعزيز التعاون والتنسيق بين الحركات النسائية كافة وبناء جبهة نسوية موحدة ترفع صوت المرأة في كل المحافل. ثامنا متابعة العمل الحقوقي والقانوني لضمان بيئة آمنة للنساء وتفعيل آليات الحماية في المؤسسات. تاسعا تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق المرأة كركن تشريعي وأخلاقي ملزم. عاشرا اعتبار مناهضة العنف عملا دائما ومستداما عبر خطط منظمة تمتد على مدار العام وليس فعلا مؤقتا. نعلن اليوم انتهاء حملتنا زمنيا لكننا نعلن ايضا بدء مرحلة جديدة من العمل والدفاع المستمر عن حقوق المرأة. نعلن استمرار صوتنا وضمان أن لا يصمت هذا الصوت وأن لا تكسر هذه الإرادة حتى نبني معا مجتمعا حرا عادلا لا مركزيا يؤمن بحقوق المرأة كاملة دون نقصان، معا لإنهاء العنف، معا لبناء سوريا حرة ديمقراطية كومونالية وفاء لتضحيات الشهداء الشهيدات
وإرادة المرأة الحرة منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا 3/11/2025. لا للعنف